يا مساء الفل والياسمين على كل حبايبي الحلوين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. انا وعصافيري الحلوين بنمسي عليكم، سامعين عصافيري الحلوين بيقولوا لكم مساء الخير. النهارده بقى يا حبايبنا في الفيديو كده زي ما انتم شايفين كده، النهارده هنعمل مع بعض اساس اي صينيه فرن ناجحه. هنعمل النهارده اللحمه المفرومه المعصجه، بس عايزه اقول لكم يا حبايبي مش اي تعصير، انا بعملها بطريقه حلوه قوي بتخليها مفلفله وريحتها وطعمها يحلي اي صينيه، سواء هتعملوا صينيه مكرونه يا حبايبي او صينيه رقاق او جلاش او كوسه. هقول لكم كمان ازاي تضاعفوا الكميه بمكونات بسيطه وطعم جميل. اهم حاجه يا حبايبي ان انتوا تتابعوا معانا الفيديو للاخر، وما تنسوناش في الشير واللايك وعلامه الاشتراك. يلا بينا يا حبايبنا نشوف الطريقه من الاول يا حبايبي، ونصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، الاول هنا انا معايا اللهم صل على النبي نص كيلو لحم. اللحمه انا بجيبها ملبسه بسيطه كده، والجزار بيفرمها قصادي. اهم حاجه يا حبايبي ان انتوا تجيبوا اللحمه من الجزار يكون كويس، تكون ضامنين اللحمه بتاعته. صدقوني لو اللحمه ليها ريحه او مش كويسه وجايبينها من مكان مش واثقين فيه، بتبوظ ريحه الصينيات، وفي نفس الوقت والله مش هتاكلوها. اهم حاجه ان اللحمه تكون ريحتها كويسه، ومن بالذات اللحمه المفرومه. معايا بقى هنا يا حبايبي اللهم صل على النبي 3 قطيات وسط، يعني قطيتين او 2 كبار، يعني بس مش كده، واحده كبيره واثنين وسط. ومعايا برده هنا 3 بصلات وسط، يا اما تحطوا بصلتين كبار، انا بحط على النص كيلو لحمه بصلتين، فانا عشان البصل ده وسط شويه حطيت 3 بصلات. اول حاجه يا حبايبي ان انا اللهم صل على النبي، البصل ده انا مش هفرمه في الكبه، لا احنا عايزين نقطعه بالسكينه قطع صغيره. احنا عايزين البصله ما تبقى يعني تديكوا طعم حلو في قلب اللحم. هنقطع البصل الاول قطع صغيره وارجع لكم. ادي كده يا حبايبي انا قطعت البصل زي ما شايفينه كده قطع صغيره، ما عملتوش بالمفرمه زي ما قلت لكم، قطع صغيره كده زي ما شايفينه. مش شايفين البصل قطع صغيره متقطعه؟ برده قطع يا حبايبي مش هنضربها في الخلاط، احنا عايزين القطعه نبشرها بالمبشره. انا هبشر ال3 قطعات دول بالمبشره وارجع لكم. وكده يا حبايبي اهي القطه برده بشرتها بالمبشره كده زي ما شايفين كده اهي كده، يعني ما عملناهاش في الخلاط طالما مثلا احنا بنبشرها بالمبشره. هنكمل بقى ونقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى كده يا حبايبي، كده انا معايا هنا بقى اللهم صل على النبي كده الطاسه اللي هعمل فيها او الصينيه او شوفوا انتوا هتعملوها في ايه بالظبط. هنزل بقى كده الاول بشويه زيت ذره. اهم حاجه يا حبايبي الزيت يكون ريحته كويسه. هنستنى الاول لما الزيت يسخن. هنزل كمان يا حبايبي كده بقطعه سمنه بلدي مش كبيره اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده ما الزيت سخن يا حبايبي كده وقطعه السمنه البلدي اللي احنا حطيناها، هبدا كده انزل باللحمه. احنا بننزل باللحمه طبعا على الزيت وهو سخن عشان نعمل اللحمه صدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا كده نفرد اللحمه يا حبايبنا في قلب الطاسه. زي ما شايفين كده يا حبايبي انا كده يا دوبك فردت اللهم صل على النبي اللحمه في قلب الطاسه. احنا بس عايزين اللحمه بتاعتنا تتغير لونها شويه، تدي اللون اللي هو البني الفاتح شويه اهو شايفين. هبدا كده بقى اقلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما شايفين كده يا حبايبنا اللحمه اللي هي لونها غير وبدا كده ما بقاش فيها ميه، هنعمل كده دايره كده في النص بسيطه، وهبدا انزل بكده الثوم مهروسه صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما شايفين كده قطعه صغيره يا حبايبي، وهنبدا نقلب. بعد ما ريحه الثوم كده طلعت يا حبايبنا كده في قلب اللحمه اللهم صل على النبي، هبدا انزل بالبصل. احنا ما حطيناش البصل في الاول يا حبايبي، انا عايزه البصل يتحط بعد اللحمه، بيدي طعم، التسكيره بتاعته ما بتروحش وبتدي طعم حلو قوي للحمه. هننزل كده بالبصل اللي احنا مقطعينه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا برده نقلب. بعد ما قلبت كده يا حبايبي البصل مع اللهم صل على النبي مع اللحمه، يا دوبك كده دقيقه واحده يا دوبك بس البصله تدبل بسيط، وهنكمل ونقول لكم هنعمل ايه. عايزه اقول لكم انا دايما بعمل اللحمه بالطريقه دي، صدقوني احلى لحمه بتاكلوها في قلب الصينيات. بعد ما البصل كده دبلت يا حبايبي مع اللحمه اللهم صل على النبي، هنزل كده بمعلقه كبيره او معلقتين اهو، معلقه كبيره معجون صلصه. طالما بقى نزلنا بمعجون الصلصه يا حبايبنا، هنبدا ننزل بمعلقه سكر. انا المعلقه دي صغيره قوي، يعني ابدا انزل كده بمعلقتين، يعني دي معلقه سكر صغيره. يبقى كده نزلنا بمعلقه معجون صلصه كبيره ومعلقه سكر صغيره، وهنبدا نقلب يا حبايبي.
هبدا بقى كده انزل بالقطع اللي احنا بشرتها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما قلبنا كده بقى الصلصه، هنزل اللهم صل على النبي بمعلقه بابريكا، وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي. انا هنزل بس بملح اللهم صل على النبي، فلفل اسمر معلقه كده، معلقه صغيره فلفل اسمر، وهنزل بالحدق بتاع الملح. ما بنزلش اكتر من كده يا حبايبي. ما تحاولوش تحطوا اي حاجات تانية على اللحمه، اللهم صل على النبي، عشان ما تخرجوش من طعم اللحمه. هو الفلفل الاسمر والملح بس، ده اللي انا بحطه بصراحه. وهنبدا نقلب كده. انا قلبت التوابل يا حبايبي. هبدا انزل بقى كده اللهم صل على النبي ما يعادل نص كوبايه ميه سخنه. ما تكتروش في الميه، احنا بس عشان نضمن ان اللحمه استوت. اهو زي ما انتم شايفين كده، دي كده ما يعادل نص كوبايه. وهنوطي بقى عليها كده النار يا حبايبنا، ونسيبها ايه على ما تستوي. اللحمه المفرومه اصلا ما بتاخدش في وقت في السوا. انا هوطي عليها النار دلوقتي واسيبها مثلا بتاع 3 4 دقائق ونشيلها. عايزه اقول لكم دي الطريقه اللي انا معتمداها على طول في تعصيج اللحمه، بتديني طعم حلو وجميل في اي صينيه بعملها في الفرن. احسن طريقه بصراحه يا حبايبي في تعصيج اللحمه. هنكمل السوا ونطفي عليها. ايه رايكم بقى يا حبايبي في اللحمه المفرومه اللي احنا عصرناها النهارده؟ شايفين شكل اللحمه مفلفله وجميله. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه. هتخلي اي صينيه تعملوها في الفرن يا حبايبي، اللهم صل على النبي، كوسه، جلاش، مكرونه بالبشاميل، اي صينيه هتعملوها في الفرن هتخلي طعم الصينيه تحفه. زي ما شايفين كده اللحمه طالعه زي الفل، بسم الله، مفلفله، وزي ما شايفين كده شكلها. عايزه اقول لكم بقى يا حبايب قلبي، لو تعصيج اللحمه النهارده عجبكم ما تنسوناش في الشير واللايك وعلامه الاشتراك. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.